السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا رحت النهارده السوق كده، جبت شوية دبابيس فراخ كده، بسم الله ما شاء الله تستاهل بقكم. الف هنا وشفا يا رب على قلبكم. وهعمل بيها ايه؟ هعمل بيها مندي يا جماعة في الفرن. مش لازم تبقى فرخة كاملة، مش لازم تبقى وراك، مش لازم تبقى صدور. يعني انا قلت العيال بتحب الدبابيس كده، فانا قلت اروح اجيب دبابيس واعملها مندي. ما يشترطش تكون الفرخه كامله، وما يشترطش يكون وراك بس او صدور بس، يعني على حسب احنا حابين ايه. انا عيالي بيحبوا الدبابيس كده، فقلت اجيبها واعملها. يعني مش هتقول لا، المندي بالدبابيس مش هيقول لا، هي فراخ برضو. خليكم معايا كده للاخر عشان تشوفوا احنا هنعمل ايه النهارده مع بعضينا. انا جبتها اهوت من السوق يعني، وجيت فبغسلها بقى. انا بحب اغسل الفراخ كده تحت ميه جاريه يا جماعه، وبحب انضفها من كل المزلقه اللي بتبقى فيها وكل حاجه. بصوا لو تسمعوا والله بتزيق في ايديا، بسم الله ما شاء الله عليها. انا غسلتها وبغسل فيها كويس اهوت، وهغسلها بملح وليمون. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا احنا هنعمل ايه. انا بداتها بس بالغسيل كده، هغسل. انا شطفتها شطفه حلوه اهو. هجيب بقى الملح، بشيل بس كل المزلقه اللي في الورك دي عشان اتاكد ان مفيهوش ما يبقاش فيه ريحه زفاره اهو. العيال مش بيحبوا بقيه الورك، يعني هو كل عيله تقول لك هاتي لي الدبوسه هاتي لي الدبوسه، فمش بيحبوا بقيه الورك. فانا لقيت الدبابيس بسم الله ما شاء الله يعني كده، فقلت اعملها بالدبابيس. مش هنقول لا يعني، مش هتقول لا، هي في الاخر فراخ برضو، على حسب بقى اللي يحبوه، عشان ما نجيبش حاجه وتترمي وتتركن. الدنيا مش مستاهله يعني ان حد يرمي حاجه، فنجيب الحاجه اللي بياكلوها بقى وخلاص. الحمد لله على كل حال. انا غسلت كده بالميه بس الجاريه كده زي ما انتم شايفين، نضفت كل المزلقه اللي فيها كده، وكل لو فيها بواقي ريش ولا حاجه شايفين كل ده بيطلع بشيله، عشان هجيب الملح ادعك بيه وليمون. وبعد كده نتبل ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا في المندي بتاعنا النهارده. خليكم معايا للاخر، والله طريقه سهله وبسيطه وسريعه، متاخدش وقت ولا مجهود. هي المفروض كانت اتبلت مثلا يعني الفراخ اقل حاجه ساعتين ولا حاجه، بس انا محبتش اعمل حاجه من غيركم يعني، فحبيت اتبلها معاكم واعمل كل حاجه معاكم. بس كده انا شلت كل المزلقه وكل حاجه كانت في الفراخ. هجيب الملح بقى والليمون عشان ادعك بيه. شايفين كده يا جماعه، انا حطيت هنا اهي. انزل بقى بالملح كده زي ما انتم شايفين كده، وادعك الاول بالملح بس اهو زي ما انتم شايفين كده. الملح بيشيل اي زفاره يا جماعه، والليمون. الخل مش برجحه يا جماعه. الاول كنا بنغسل بخل وكده، بس لو في ليمون يبقى احسن واحسن، بيعطر وبيخلي الحاجه حلوه. اما الخل بيبيض اللحمه او الفراخ. فانا كده غسلت بالملح اهو، دعكت كله بالملح كده زي ما انتم شايفين. هرجع اشطفها تاني اهو، وادي ليمون، اعصر عليها الليمون وادعكها اهو. الليمون بقى طبعا الليمون مش زي الخل خالص، وبيعطر كمان، يعني هو بيشيل الزفاره وفي نفس الوقت بيعطر الحاجه، منكه جميل صراحه يعني اهو. انا برضو هدعك كده شايفين هو كده. انا بحب اغسلها كده بصراحه، يعني انا بحب اغسل الحاجه كده، غسيل والله كده في كل حاجه، حتى السمك بحب اغسله كده اهو. هشطف بقى شطفه حلوه كده اهو، هشطفها انا بقى شطفه حلوه وارجع لكم تاني نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه مع بعضين. شايفين كده يا جماعه بعد ما غسلت الفراخ معاكم جميله وحلوه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر عليها. غسلتها وملح وليمون وزي ما انتم شفتوا، والميه ونضيفه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه اهي. هاجي انا بقى على الكبه بتاعتي، هحط فيها بصلايه اهي وطماطمايه زي ما انتم شايفين كده معايا. حطيت بصلايه وطماطمايه، هحط ملح واحده واحده كده مع بعضينا. اقرب بس الكبه عشان يبقى حاجه باينه قدامكم، عشان انا اللي بصور بايديا والله، معيش حد يصور. فلفل اسود، هحط بهارات
دي بهارات من عند العطار كده للفراخ يا جماعه، وللتوابل يعني، نجيبها للفراخ للمشاوي، الحاجات دي بصراحه بتديني طعم حلو. دي توابل فراخ برضو. الكركم لو في طبعا بودره زعفران يبقى احسن واحسن، بس طبعا غالي شويه علينا فبنستعيد عنه بالكركم، يعني ما بيقولش لا وبيديني نفس النتيجه اهو زي ما انتم شايفين كده. معلقه كبيره طبعا بقى عشان يديني اللون اللي انا عايزاه. وبرده هنحط نفس التوابل اللي احنا حطيناها دي في الكبه هنحطها على الرز. خليكم بس معايا للاخر عشان تشوفوا هنعمل ايه. هحط معلقتين 3 زيت كده، وهقفل بقى انا الكبه بتاعتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اختراع جميل الكبه دي والله يا جماعه، بتسهل علينا كل حاجه. هفرم انا بقى ثواني بس اظبط الفيشه، اسفه. انا عايزاه خليط ناعم زي ما انتم شايفينه كده، طالع بسم الله ما شاء الله عليه اهو. الله اكبر عليه ما شاء الله عليه. شايفين الخليط كده طالع ما شاء الله عليه. انا معايا الخليط كده هفتح بس انا فتحات صغيره في الوراك دي عشان تشرب من التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي. التتبيله دي كانت عباره عن بصل وطماطم وملح وفلفل وبهارات لحمه وكركم وتوابل فراخ. ودي الوراك بتاعتي، او ممكن نعملها بفراخ كامله، الفرخه كامله يعني، او بوراك بس او بدبابيس بس، زي على حسب بقى ما احنا نحب وما احنا عايزين. بس انا هعمل المندي بتاعي النهارده بدبابيس بس. يا رب يا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. هفتح بس انا فتحات صغيره كده في الوراك وارجع لكم تاني. في الدبوس بتاعي كده من كل الجهات كده عشان يشرب من التتبيله الحلوه بتاعتي دي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يبقى اللحم من جواه كمان شارب من التتبيله، ما تبقاش القشره الخارجيه بس يعني اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. الدبابيس بتاعتي زي ما قلت لكم فتحات كده اهي زي ما انتم شايفين كده الفتحات اهي عشان تشرب من التتبيله. ودي التتبيله بتاعتي اللي كانت عباره عن بصل وطماطم وملح وفلفل وبهارات فراخ وتوابل فراخ و بس كده. واحط عليها برده نص كوبايه لبن او كوبايه زبادي لو موجود، بس انا هعملها باللبن، لبن حليب عادي يا جماعه اهي زي ما انتم شايفين كده. تفرق بقى معايا تكه اللبن دي في التتبيله ومع الفراخ اهو. شايفين التتبيله عملت ازاي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله يعني طالعه الله اكبر عليها يعني. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده. هتبلها بقى انا كويس كده. يا سلام بقى لو التتبيله دي بصراحه ربنا يعني الحق يتقال لو قعدت لها ساعه او 2 لو انا مستعجله او تبات من بالليل في التتبيله دي، هتاخدي وتدوقي حبه فراخ بسم الله ما شاء الله يعني. بس كده انا هسيبها بصراحه معاكم ساعايه كده، لسه مش هعمل الاكل دلوقتي، هسيبها ساعايه كده ولا حاجه، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل الرز ازاي ونعمل المندي بتاعنا ازاي النهارده. خليكم بقى معايا للاخر عشان تشوفوا احنا هنعمل ايه.
بعد ما تبلنا الفراخ يا جماعه وسيبناها زي ما قلنا ساعه او ساعتين او ممكن من بالليل، نتبلها التتبيله اللي احنا تبلناها مع بعض دي. هنروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل الرز بتاعنا ازاي، وهنكمل المندي بتاعنا النهارده ازاي. يا رب يا رب يعجبكم وتقوموا وتجربوه. ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. انا معايا هنا حله على النار بتسخن فيها زبده وزيت، مكعب زبده كده حلو وحبه زيت. هنزل ببصلايه كده صغيره، بقطعها صغير خالص، ممكن ابشرها بالمبشره، ممكن في الكبه على حسب يعني. بس انا يعني اهو هنقطعها مع بعضينا كده بالسكينه برضه اهي، صغيره خالص اهي زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده كده مع بعضينا يا جماعه. والله الاكله دي جميله و ليها ذكريات حلوه عندي. ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه ويسامحه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالله عليكم ما تنسوني بدعوه حلوه يا جماعه، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك بالله عليكم. بالله عليكم اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، وشيروا الفيديو عند اكبر حد يكون قرايبكم واصحابكم واهليكم، مش هتخسروا حاجه لما تشيروه يعني. اهو هي بصلايه واحده يا جماعه، بس انا قسمتها 2 يعني عشان ما شاء الله كانت كبيره، فعشان اعرف امسكها بس واتحكم فيها. واحده واحده كده مع بعضينا عشان نشوف احنا هنعمل ايه. والله مش هتندموا حاجه، اكله جميله يعني. هغسل ايدي بس، نجيب معلقه بقى عشان نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده الحله سخنه سخنه وحلوه اهي جميله ما شاء الله عليها. هقلب بس انا البصله تاخد مش تصفر ولا اي حاجه، يا دوب تدبل بس معايا كده. وهنزل بكل المكونات الجميله اللي معايا دي. معايا طماطمايه مبشوره وجزرايه مبشوره وملح وفلفل وبهارات وكركم، نفس التوابل اللي حطيناها للفراخ. خليكم بس معايا كده للاخر وركزي شويه بس كده معايا عشان تستفادي. كلنا بنستفاد من بعضينا والله، مش كلنا اساتذه الحمد لله على كل حال يا رب، كله بيستفاد من بعضيه. كده البصله خدت لون معايا. هنزل بالطماطمايه المبشوره كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي، والجزرايه برضو اهو، وهقلب اهو. انا بس تدبل بس الطماطم والجزر والبصل يتبلوا كده مع بعضيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قولوا امين. هنزل انا بقى بالرز بتاعي. الرز انا غسلاه ومصفياه اهو. في ناس بتحب الاكله دي بالرز البسمتي، زي ما تحبي. عندك رز بلدي عادي، عندك رز بسمتي عادي. انا بعمل بالرز البلدي عشان ما نقفش على حاجه ومحدش يقول ما عنديش مش هعمل. لا هي عادي ممكن تتعمل، بس طبعا هي الاصل بتاعها الرز البسمتي. فبس انا بعمل بالرز البلدي العادي موجود عندي يعني، فبعمل بيه. وعشان برضو ما نقفش على حاجه ونقول ما عندناش. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اهي. فلفل اسود، الكركم ده اساسي، هي المفروض بودرة زعفران بس طبعا في ناس هتقول غالي وانا منهم فنستعيد عنها. والكركم بيديني نفس النتيجة على فكرة. الملح، وهحط مكعب مرق كمان مش هكتر الملح. التوابل اللي حطيتها للفراخ وهجيب المكعب اهو. مكعب مرق اهو، هفركه بس بايدي كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه اهو. هقلب بقى كل الخلطه الجميله دي مع بعضيها كده. شويه رز هتاكلوهم مع حبه فراخ، والله يبقى الف هنا وشفا على قلبكم يا رب. بالله عليكم ما تنسوني باللايك يا جماعه والاشتراك في القناه. انا مش هسوي الرز ده يا جماعه، محدش يستناه ان هو هيستوي يعني. هو هيستوي في الفرن اساسا مع الفراخ.
استنوا معايا عشان تشوفوا احنا هنعمل فيه ايه. انا مش هسويه، انا مجرد ان انا هشوحه بس كده، ياخد تشويحتين 3 معايا كده وهنكمل. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا هنعمل فيه ايه النهارده مع بعضنا. بصوا اللون يا جماعه قلم. طبعا بودره الزعفران بتدي اللون الاصفر ده، ويبقى اللون الاصفر الغامق كمان. بس زي ما احنا قلنا احنا بنعمل البدايل يعني عشان ما نقفش على حاجه نقول ما عندناش مش هنعمل، لا هنعمل كل حاجه بامر الله. نسمي كده ونخش المطبخ ونحب الحاجه اللي بنعملها عشان تطلع معانا حلوه. بصوا الروايح بدات تطلع اهي. شامين؟ لا طبعا مش شامين، انا عارفه، بس انا شامه ويا ريت كلكم تشموا والله. اهو بصوا لون جميل ازاي اهو يا جماعه. مش ولا حطيت ميه ولا حطيت حاجه، انا هحط الميه وهو داخل الفرن يستوي بقى مع بعضيه. انا بس بشوح كله في قلب بعضيه، البصل مع الجزر مع الطماطم مع التوابل مع كل حاجه انا حطيتها، مكعب المرق وخلاص كده، مش اكتر ولا اقل. هطفي عليه واروح بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعضينا تاني. يا جماعه انا خلاص خلصت الرز زي ما قلت لكم. انا ما سويتش، انا مجرد ان انا شوحت كل اللي انتوا شفتوه قدامي، والطاجن بتاعي او الصينيه او البايركس او اي حاجه انا بعمل فيها. بنزل بقى بمقدار الرز كله. مقدار الرز ده على حسب يا جماعه، كل واحد على حسب الكميه اللي يكون عايزها او على حسب الافراد اللي هياكلوا. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت عليها اهو، حطيتها في الصينيه قصدي اهو. هعمل ايه بقى تاني؟ هجيب الميه السخنه او المرقه او ايا كان بقى عندي. انا عندي ميه، ما عنديش مرقه، عندي ميه سخنه عادي من الكتل اهو. هنزل انا على الرز كده اهو عشان يستوي، لان الرز ده مش مستوي، وعشان كمان الفراخ تستوي. الفراخ هتستوي اصلا على البخار اللي طالع من الرز ده. شايفين كده تسويه الرز العادي كاننا بنسوي على البوتاجاز، بس هيستوي في الفرن. شايفين كده معايا؟ هنعمل ايه بقى؟ هو المفروض ان يبقى فيه شبكه، هنحط الشبكه ونحط عليها الفراخ عشان كل اللي ينزل من الفراخ ينزل على الرز. بس انا ما عنديش شبكه. الجيش بيقول اتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنجيب ورق الفويل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط بقى بيه جامد كده على قد ما نقدر اهو. شايفين كده؟ متكفيش ورقه واحده عشان الفراخ هتبقى تقيله، ناخد ورقه تانيه. شايفين كده؟ قولوا شايفين. طب سامعين؟ قولوا سامعين. طب اي حاجه، اي تشجيعه كده. طب حطوا اللايك، طب اشتركوا في القناه، طب اعملوا اي حاجه. طيب ماشي، انا اللي هعمل. شايفين كده انا غطيت البايركس او الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين بورقتين فويل كده، وممكن 3 كمان. هعمل هنا بقى، هعمل اخرام كده كاني بعمل شبكه يعني دي شبكه ماشي، بالشوكه بسكينه زي ما انتم عايزين كده اهي. يعني دي الشبكه. فاهمين انتوا كده حاجه اهو؟ قولوا فاهمين. طب مركزين؟ شايفين؟ طيب هما شايفين كل حاجه انا عارفه. هنزل انا بقى بالفراخ اللي انا متبلاها من 2 او من 3 او من 4 او من قبلها بيوم. هرصها بقى كده فين؟ على الشبكه. لا اله الا الله، اللهم صل. طب صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنزل بقى بالفراخ كده زي ما انتم شايفين، والفراخ برضو على حسب الكميه اللي موجوده عندي. وقلت ممكن تتعمل بفراخ كامله او بوراك او بدبابيس كده زي ما انتم شايفين معايا اهو. قولوا شايفين. طب مش عايزين نقولوا اي حاجه. بالصوص بتاعي الجميل ده مش هرميه، لان ده هو اصلا هينزل على الرز، والرز هينزل على الفراخ يعني كده في حاجات، في دمار شامل كده بيحصل. بس كده كفايه. يلا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيما رزق. خليهم هنا. هعمل ايه بقى تاني؟ هغطي الوش بقى ده عشان تستوي الفراخ، وبرده بورقه فويل اهو. خلينا احنا نغطي طول النهار، هنغطي كده. جو برد بنغطيهم عشان بردانين.
مركزين يا جماعه؟ ركزتوا معايا؟ غطيت الاول بورقتين عشان خاطر الرز يستوي، وبكده غطيت الفراخ عشان تستوي. عند الفرن متسخن على 200-220 لان ده رز عايز يستوي وفراخ. هنسوي لمده نص ساعه، ساعه الا ربع، وهو متغطي كده. وبعد كده هنشيل الورقه اللي فوق دي عشان الفراخ تتحمر. اوكي؟ قولوا اوكي. هدخل انا بقى الفرن متسخن عندي من اول ما بدات اعمل الرز. هدخل الفرن عشان الرز يستوي والفراخ تستوي وتاكلوا احلى طبق مندي في حياتكم. بالله عليكم ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. دعوه حلوه من قلبكم. هوديها انا بقى الفرن ونشوفه لما يخرج بامر الله. قلت نص ساعه او ساعه الا ربع، هو متغطي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنكشف الفراخ بس مش الرز، هنكشف الفراخ بس عشان الوش يتحمر، وبعدين نشوفه في التقديم بامر الله. الفراخ بعد ما استوت بصوا بسم الله ما شاء الله مهريه، شايفين كده؟ الله اكبر عليها ما شاء الله عليها. دي الفراخ بعد ما استوت. قلنا بعد نص ساعه او ساعه الا ربع بنشيل الورقه بتاعتها وبنسيبها تاخد الشوي اللي انتوا شايفينه ده، اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هشيلها انا بقى عشان نشوف الرز بتاعنا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله تحفه والله. وطبعا كل اللي بينزل من الفراخ بسبب الخرام اللي احنا عملناها بينزل على الرز، وبياخد الرز بياخد من طعم الفراخ، فبيبقى بسم الله ما شاء الله يعني. اهو هشيل معاكم شايفين كده يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الف هنا وشفا على قلبكم يا رب. اهو يا جماعه شايفين الرز؟ الله اكبر عليه، جميل ومفلفل وحلو، ولا هو معجن ولا في اي حاجه. اهو كله اهو قدامكم ما شاء الله عليه. الله اكبر عليه. وطبعا واخد من طعم الفراخ فطعمه ولا اروع. حابين بقى تقدموه كده، حابين تحطوا الفراخ تاني على وشه زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا. والله طعمه جميل، مش قادره اقاوم اصلا الريحه. جميل يا جماعه والله. نخلل بقى سلطه طحينه، خيار، شويه شيبس كده، حبه كاتشب للفراخ، فزي ما تحبوا بقى. ده كان المندي بتاعنا النهارده. يا رب يا رب يعجبكم. شايفين الفراخ واستوت وبسم الله ما شاء الله عليها جميله وحلوه، والرز كمان مستوي طعمه جميل والله يا جماعه ومفلفل زي ما انتم شايفين اهوت. الله اكبر عليه يعني مش محتاج حاجه. الف هنا وشفا على قلبكم. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك بقى والاشتراك في القناه، شيروا الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك. بالف هنا وشفا يا رب على قلبكم. ما تنسونوش بقى بدعوه حلوه من قلبكم، وبحبكم كلكم في الله والله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.